مساء الفل عليكم. من اكتر الحاجات اللي عملها فريرة وعجبتني هو انه بعد مباراة الزمالك والجونة اللي فاتت دخل اللاعبين في غرفة خلع الملابس وقال لهم بالنص: النادي ما فيهوش فلوس، واللي عايز فلوسه في التو واللحظة يتفضل يخرج بره ويعتبر نفسه مش معانا. والحقيقة ان الكلمتين دول جايين متأخرين شوية، وكان اوانهم من بعد مباراة وادي دجلة. وقتها اللي عايز يشيل النادي ويصبر وياخد فلوسه بعدها والجماهير كمان تشيله على الراس هو حر، واللي شايف انه مش هيقدر يصبر وعنده التزامات وقتها هنحترمه ونقدر اعتذاره وهيتفضل بدون اي مشاكل. اتمنى من دلوقتي ان اللي مش قادر يتحمل ظروف النادي من اجل الجماهير يقول من دلوقتي، لان اللي هيتدلع الفترة اللي جاية وتحديدا في لقاء القمة مش هنحترمه ولا هنغفر له خطأه. اللي شايف ان فانيلة الزمالك شرف ليه والجماهير تستاهل انه يصبر معانا يا اهلا بيه، واللي شايف غير كده هنوسع له ونفتح الباب ونعديه. بتمنى فريرة كمان يتدارك أخطائه الفنية ويشتغل عليها بشكل كويس عشان الأمور تبدأ تتظبط قبل القمة، ونشوف أداء يليق بالملكي في مباراة كبيرة ما بين أكبر ناديين في أفريقيا والشرق الأوسط. بتمنى كمان فريرة يلقي نظرة على شحاتة ويدخله قائمة مباراة القمة حتى وإن كان بيعاني من إصابة خفيفة، لأن فكرة استبعاده مقللة تماما من قوة الزمالك في نص الملعب. وبالمناسبة انت لازم تاخد ريسك مع شحاتة إذا كان ينفع تعمل ده. انت بالفعل محتاجه في قائمتك في مباراة القمة اللي جاية حتى وإن كنت هتديله شوط واحد بس. كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلام مهم جدا فيما يخص موقف إمام عاشور الحالي مع الأهلي. كابتن سيد قال إنه مش مسؤول حالي في النادي الأهلي ولا صاحب قرار، لكن من رأيه كأهلاوي إنه لا مانع من رحيل إمام عاشور في الوقت الحالي طالما العرض المادي اللي هيتقدم هيكون عرض مالي ضخم وهيفيد النادي ماديا. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي: هل الأهلي إذا سمح لإمام عاشور بالرحيل هيوفر بديل بنفس قوة إمام عاشور؟ هو ده السؤال اللي أعتقد إنه بيطرح نفسه النهاردة، واللي المفروض بناء عليه يتم التعامل مع رحيل إمام أو بقائه. لكن عشان نكون صراحة واضحين وما نقولش أي كلام وخلاص، الأهلي إذا باع إمام عاشور حقيقي هيعاني. غياب إمام يا عزيزي حاليا عن الأهلي مسبب للأهلي أزمات لا حصر لها. الناس شايفة إن اللي بيحصل ده عادي، وغياب إمام مش هو اللي عامل الأزمة اللي شايفينها في الملعب دي. شوف يا عزيزي، وجود إمام لو تفتكر كان بيخلي الأهلي يعمل تحولات هجومية بشكل سهل وسلس وبسرعة. وجود إمام كان بيربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم بشكل سهل جدا. الأهلي كان بيخرج بالكورة من خلال لاعبي نص الملعب اللي دايما بتدور على إمام وتديله. إمام مفتاح لعب الأهلي وبيمتلك من الحلول اللي لا يمتلكها غيره في نص ملعب الأهلي. فإذا كنت هتستغنى عن إمام ده شيء جميل جدا ورائع بالنسبة لي، وكارثة بالنسبة لك. ولو هتحتفظ بيه وتديله 150 مليون وهتبوظ أوضة اللبس، ده هيبقى برضو شيء جميل فنيا وكارثة في أوضة اللبس وحطت على دماغك حرفيا، وشيء رائع وجميل جدا بالنسبة لي. اختار انت بقى ما بين الكارثة والمصيبة، وانا في انتظار اختيارك وكلنا مترقبين الحدث. الله يبارك لك يا زيزو. روح يا شيخ ربنا يشفي عنك وتقوم بالسلامة. ليه؟ انت مش شايف الاهلي كسب ماتشين بحالهم من غيره؟ يبقى ان شاء الله يرجع يشارك عشان يكدنا والاهلي يرجع يتعثر. بعد ما نشر بوست تهنئة عادي جدا لنادي بيراميدز كونه اصبح بطل ال3 قارات او زي ما بيقولوا بطل نص العالم والكوكب، شخصا ما ساب له كومنت فيه ايموجي عامل كده. قام نشر بوست تاني مختلف تماما وطويل جدا جدا وقال فيه كلام غريب جدا وسحب التهنئة وسحب اللقب وكان فاضل يسحب رخص نادي بيراميدز. طب لما انت كده يا معلم، ليه من الاول ما خدتش رأي المسؤولين عندك قبل ما تنشر البوست على حسابك؟ وبعدين فين الروح الرياضية وفين الوطنية وفين الدعم اللي بيطالبوا بيه للأندية المصرية؟ اكسكيوز مي، نسيت ان بيراميدز نادي مش مصري. اللي بالحق هو بيراميدز بينتمي لأنهي دوري؟ احنا عمرنا سألنا الأسئلة دي. على رأيك عزيزي كابتن أحمد سليمان، ممكن نسألك كجماهير سؤال صغير كده؟ هو سيادتك شغال ايه بالظبط؟ حضرتك عضو مجلس إدارة في النادي بيحل مشاكل وبياخد قرارات؟ ولا سيادتك ناقد رياضي بيقول رأيه على الفضائيات؟ ولا صحفي بيقول أخباره في البرامج الرياضية اللي حارب عشان يحصل عليها من مصادره الخاصة؟ يعني الناس على السوشيال ميديا وعلى الفضائيات بقالهم أسبوعين بيقولوا إن في أزمة تخص شيكوبنزا، والأخبار دي ما بين مصدق ومكذب.
ومحدش عارف الحقيقة فين. تقوم سيادتك خارج تقول أزمة شيكوبنزا انتهت. يا سيادة اللواء محدش أساسا متأكد إن في أزمة من الأساس، تقوم سيادتك مأكد إن كان في أزمة واتحلت. وبعدين يعني إيه كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر هما اللي مسؤولين عن ميزانية الفريق؟ يعني مثلا هما اللي بيمثلوا مجلس الإدارة ككل، والأزمة دي تخصهم لوحدهم ما تخصش باقي المجلس؟ وبعدين ليه تقول ان اللعيبه الجداد هم اللي عاملين مشاكل بسبب المستحقات، واساسا مفيش حد عارف مين اللي ورا الازمه، ولا حد متاكد ان في ازمه اساسا؟ وليه تحط اللعيبه تحت ضغط اصلا وتصدرهم للجماهير واحنا داخلين على مباراه القمه؟ انا شفت كتير وقليل من اعضاء مجالس الادارات، وشفت عجايب التصريحات، لكن عمري ما شفت ولا هشوف عضو مجلس إدارة في أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط بيكون ضيف دايم في الفضائيات، وكل يوم يتكلم عن الفريق وعن مشاكله ويسمع الرأي والرأي الآخر، بما فيهم الرأي اللي بينتقد نادي الزمالك وجماهيره ورموزه ومجلس إدارته، ويسكت أو يرد ويدخل في صراعات وجدالات. إحنا ليه أساسا بنحط نفسنا في موقف زي ده؟ أنا قلتها قبل كده وهعيدها من تاني. يا سيادة اللواء، إذا كنت متمسك بالبقاء في برنامج مهيب والظهور على الفضائيات، فمن فضلك قدم استقالة وتفرغ للبرامج والفضائيات، لأنك بالوضع ده غير مفيد للزمالك بالمرة وبتظهر بسبب الزمالك. وإذا كنت جاي تخدم الزمالك فمن فضلك تقدم باستقالتك من القناة وتفرغ لحل مشاكل الزمالك مع باقي أعضاء المجلس. والله الوضع ما متحمل مشكلة تانية تضاف على مشاكلنا. انتوا جايين تحلوا المشاكل ولا تزودوها؟ تقفلوا على الفرق وعلى النادي ولا تثيروا الجدل اكتر؟ هو انتوا مش حاسين بالجماهير خالص كده؟ جراديشيار في الاهلي هيخضع للكشف الطبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة. من رأيي ان غياب جراديشيار اذا ده حصل هيكون بمثابة مشكلة كبيرة. فكرة انك تكون لا تمتلك غير محمد شريف وعلى الدكة مفيش مهاجمين، اعتقد فكرة تشكل ازمة كبيرة لاي مدير فني اذا اتأخر في النتيجة وحب يضيف خيارات هجومية، خصوصا ان شريف ما ظهرش بالمستوى اللي يخليك تصر على بقائه في الملعب وتراهن عليه. لكني اعتقد ان الامور مش هتوصل لغياب جراديشيار عن القمة. معلوماتي بتقول ان اصابته خفيفة ومش هتؤدي لغيابه، لكن تأكد بشكل كامل غياب مجدي قفشة وأحمد مصطفى زيزو ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد مع عودة كوكا وبيكهام ومحمد علي بن رمضان. دي كانت وجهة القمة المبدئية واللي مؤكد ممكن يحصل فيها بعض التغييرات. مفيش شك ان كل جماهير الزمالك حطت ايدها على قلبها لما لقيت دونجا خرج في اخر دقايق ماتش الجونة، وكلنا كنا قلقانين من اصابته لتبعده عن المشاركة في مباراة القمة. لكني حابة أطمنك يا عزيزي إن دونجا الحمد لله سليم وهيشارك مع الزمالك بشكل طبيعي جدا في مباراة القمة، وإن شاء الله يكون من أسباب فوز الزمالك في المباراة الأهم بالنسبة لنا في الدوري المحلي. في كام أوبشن كده في دماغي حابة أتكلم فيهم، وخصوصا أوبشن معين بتمنى إنه يوصل لفريرا وينفذه في مباراة القمة اللي جاية. الحكاية عبارة عن تكتيك معين، من رأيي إذا فريرا اقتنع بيه ونفذه بفضل المولى عز وجل هنشوف مباراة قوية جدا من جانب الزمالك، وهنحد تماما من خطورة الأهلي، وهنحط النحاس في مأزق كبير، وهيبقى شغله الشاغل إنه يعالج الثغرة دي قبل ما تخلص على فريقه تماما. وبالمناسبة علاج القصة دي هيفقد الأهلي كتير جدا من قوته الهجومية. مش عايزة أتكلم عن ده دلوقتي، لكن الأكيد إني هتكلم عنه قبل اللقاء ب 48 ساعة. كل فريق في الدنيا عنده نقطة ضعف وعنده مشكلة في بعض كواليتي اللاعبين، وبالمناسبة مش عيب إنك تضرب خصمك في المكان اللي بيوجعه وتتعمد تكرر ضربه في نفس المكان كل دقيقة وكل ثانية. موسيماني مثلا في نهائي القرن ما صدق عبد الله جمعة غاب عن المباراة ونزل ضربه طوال 90 دقيقة في إسلام جابر وما خدهوش بيه شفقة ولا رحمة. غاب برضه في نفس اللقاء ده الونش اللي كان بياخد كل الكرات الطويلة العالية، وموسيماني من بعد هدف شيكابالا وقتها ما بقاش يلعب إلا الطويلة العالية. الأهلي برضه دخل اللقاء وعنده ثغرة هشرح لك إزاي ممكن نستغلها ونخلي النحاس واقف على الخط سايب الجيم كله وبيفكر بس إزاي يتخلص من الأزمة اللي عاملها له فريرا، واللي بسببها عمال يشيل في إنذارات، وكل هجمة للزمالك بتشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى فريقه. مش هتكلم كتير في الجزئية دي وهسيبك تفكر في اللي قلته، وهكشف عنه قبل اللقاء ب 48 ساعة تحديدا في حلقة يوم السبت اللي جاي.
ومن بكرة بإذن الله تعالى هنبدأ نتكلم عن الأهلي وطريقة لعبه مع النحاس، وإزاي تتسيد اللقاء من بدايته وتذبح القطة للأهلي زي ما بيقولوا. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.